السلام عليكم، عاملين ايه يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة جايين نعمل مع بعض البسبوسة السادة. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ الوصفة. النهاردة هنعمل مع بعض بسبوسة السادة. ماشي، دول 3 كوبايات، هنقول المقادير: 3 كوبايات دقيق سميد، 3 معالق جوز هند، كوباية الا ربع سمنة، كوباية الا ربع لبن، نص معلقة شربات من بتاع الكنافة، وكوباية الا ربع سكر. تمام. ودول معلقتين طحينة هندهنهم في الأرضية بتاعت الصينية. دلوقتي هنضيف جوز الهند على الدقيق. هنضيف بقية المكونات: السمنة، والسكر، واللبن، وكوباية العسل، نص كوباية عسل. تمام. هنقلب كله، هنقلب مش هنعجن، نقلب فقط. هنا اللبن والحليب والسمنة دافيين دافيين زي دمعة العين كده. بس كده تمام، مش هنقلب اكتر من كده. تمام. الصينية انا بطنتها بالزبدة، وهحط لها معلقة طحينة. تمام. هنفضي بقى الخليط وهندخلها الفرن لمدة 25 دقيقة على فرن 180، لمدة 30 دقيقة على فرن 180. تمام. هنسويها، هنخبطها كده خبطتين عشان تطلع الهواء اللي فيها. بس هندخلها الفرن لمدة نص ساعة على فرن 180. هتحمر وهنعمل لها الشربات، تطلع سخنة والشربات يبقى سخن. تمام. ويتحط عليها سخن، تبقى هي سخنة والشربات سخن. تمام. هندخلها الفرن ونرجع. وده العسل، حطينا كوباية وربع مية على كوباية وربع سكر، هنسيبهم لما يغلوا. وبعد كده نحط لهم عصرة ليمونة. تمام. كده طلعت تمام. ماشي، هنسلكها من الجوانب كده عشان الشربات كده هي سخنة، وهنمسكها بالخلة ننغزها كده عشان الشربات يخش جواها. تمام.
عشان الشربات يتوغل جواها كده. وادي الشربات سخن. هي سخنة والشربات سخن ونسقيها. تمام. نحاول بقى ايه نسقسقها كده من الجناب كده. نعملوها بالخلة عشان الشربات يخش جواها. وبكده ناكل احلى صينية بسبوسة. وكل سنة وانتوا طيبين. وبكده نكون خلصنا البسبوسة، وده شكلها النهائي. تمام. طالعة جميلة وشربناها وجميلة. واستنى تجربوها وتقولي لي رأيكم في التعليقات، ويا رب تعجبكم. كنت معاكم رحاب حسين.